سابت الضيافة وراحت تبيع كرشة في دبي. حولت حكايتها من مضيفة طيران لأشهر بياعة لحمة، ومن شغل السياحة للشغل وسط المواشي والعجول. كلامنا عن المعلمة لوما اللي كسرت كل قواعد المجتمع ودخلت وسط مجال كله رجالة، وعرفت في وقت قصير تكتسح السوق. لوما دخلت المجال بالصدفة، وبسبب رفض باباها لمجال السياحة النهاردة بقت أشهر بنت في الوطن العربي. اسمها بقى براند والناس بتجيلها من كل مكان. يا ترى مين هي لوما أو إسلام كبدة، وليه الناس انتقدوها؟ تعالوا نعرف الحكاية. لوما كانت بنت بسيطة في بداية حياتها، كانت بتخطط إنها تبقى مضيفة طيران، تسافر كل يوم في بلد. قضت سنين بتجهز نفسها وبتدرس في معهد السياحة والفنادق، أخدت كورسات كتير، لكن بين يوم وليلة كل ده اتقلب وحلمها طار لما باباها رفض الفكرة تماما، قفل الباب بشكل نهائي وقاطع. في اللحظة دي أي حد مكانها كان ممكن ينهار ويقعد يندب حظه، لكن لوما كان ليها رأي تاني خالص. قررت تبدأ من جديد وتدور على شغفها في طريق تاني، وفعلا بدأت تدور على شغل جنب دراستها عشان تعتمد على نفسها. بس ما كانتش تتخيل خالص إنها ممكن تدخل في مهنة بعيدة كل البعد عن تخصصها ودراستها. وهي بتدور لقت فرصة في محل بيع لحمة. من هنا بدأت الرحلة. في البداية كان الموضوع بالنسبة لها مجرد وسيلة دخل، لكن مع الوقت بدأت تكتشف إن عندها شغف وحب للمهنة. وعلى الرغم إنها كانت بتواجه نظرات استغراب وانتقادات من تحت لتحت من كل اللي حواليها، خصوصا إن الشغل ده في العرف الشعبي بتاعنا للرجالة بس، إلا إنها كملت فيه. عاشت لوما مواقف صعبة كتير، خصوصا في البداية مع ريحة الشغل وطبيعة المهنة، وكان بيحصل لها مشاكل كتير في جلدها من أدواتها وهي بتتعلم. بس هي كانت بتتعامل بروح البنت اللي عارفة هي عايزة ايه. بدأت تتغلب على كل التحديات، والنهاردة بقت أشطر من أي حد موجود في المكان، لدرجة إن الزباين بدأوا يجولها بالاسم عشان يطلبوا منها هي شخصيا تجهيز طلباتهم. ما وقفتش رحلتها عند حدود الإسماعيلية، قررت تروح حتت أبعد وتشهر نفسها أكتر، وسافرت دبي. بقت بتشتغل هناك في أرقى الأماكن، حققت نجاح خلالها. مش بس بياعة لحمة، دي بقت براند وعلامة لكل حد بيدور على الجودة والاحتراف. النهاردة لوما بتعتبر نفسها بطلة في قصتها الخاصة، لأنها قدرت تحول الرفض في الواقع لنجاح مبهر بيشوفه الكل على السوشيال ميديا. وبتأكد في كل لقاءاتها إنها عمرها ما حست بالخجل من مهنتها، لأن الحلال ملوش شكل معين ولا مهنة معينة. الحكاية مش حكاية لحمة ولا بيع وشراء، الحكاية حكاية إصرار. بنت قررت إنها مش هتكون واقفة مكانها ولا هتستنى حد يصرف عليها. لوما قدرت تثبت إن البنت تقدر تعمل أي حاجة طالما عندها الشجاعة إنها تواجه كلام الناس وتتحدى العادات.